تقبل ذاتك، فقيمتك ليست في شكلك، فالله لا ينظر إلى الصور والأشكال بل ينظر في القلوب والأعمال. إنما أنت عملك، وقيمة المرء ليس في شكله وحسبه ولا نسبه، وإنما قيمة كل امرئ ما يحسنه. قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني، ولم يقل نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، بل قال إني حفيظ عليم. هذا أنا، ولدت هكذا، خلقني الله في أحسن تقويم، صورني أكرمني، هذا قدري وهذا ما أبدو عليه وهذا ما لدي. سوف أغير ما أستطيع تغييره، وأتقبل ما لا أستطيع تغييره، وأفعل ما يجب علي فعله كي أصبح كما أريد وأكون كما أتمنى. ولا كمال ولا جمال ولا خصال أكمل من أن تكون عبدا صالحا لله. فهذا والله ما يستحق أن تفخر به. فقيمتك الحقيقية بقدر نفعك، وعلوك بقدر همتك، ومنزلتك بقدر تقواك. ومن يهن الله فما له من مكرم، فأكرم نفسك يكرمك ربك. سلام. ما هو رقمك الاجتماعي؟ رقمك الاجتماعي، كل إنسان له رقم اجتماعي في مكان ما، فهو في مكان ما رقم 1، وعليه أن يتقبل أن يكون رقم 10 في مكان آخر. عليه من وعيه أن يتقبل ذلك. أنت دكتور في الجامعة، رقمك 1، تدخل بيت أهلك أنت رقمك حسب ترتيبك في أخوانك. ما تقول والله لا قدموني ولا ما هذا ولا ماذا، لأن الإنسان إذا شاف الحفاوة، إذا كان رقم 1 شاف الحفاوة وراح رجع البيت، مثلا أنا جيت هنا مثلا ورحبت فيني جزاك الله خير وفريق عملك الرائع وكذا وحطيتوني فوق رؤوسكم جزاكم الله خير، رحت البيت قالت لي أم بدر ليش ما جبتها بيض؟ بيض؟ أنا أجيب بيض؟ أنا مقامي مقام بيض؟ إيه بيض، جيب بيض، خير إن شاء الله، جيب بيض. أنت زوج هنا، أنت رقمك هنا مو بلازم رقم 1، أنت الآن شريك، عندك مسؤوليات، عندك كذا. هذا التقبل يجعلك تتعايش مع كثير من المواقف من حولك، تتعاطى معها تعاطي واعي جدا جدا جدا. مدرس دكتور رياضيات في الجامعة 1 زائد 1 تساوي 2، في بيتهم 1 زائد 1 تساوي اللي يقوله أبوي. أبشر صح. مرة دخلت على أمي وأنا المدرب ياسر، قعدت أقول اسمعي يمه، ترى ما يصلح كذا تعاملين أخوي بكذا بالطريقة هذه، ترى صنفوا العلماء ترى إيه والله، وأقول كذا 1 2 3. قالت ناظرني كذا، قالت لي ياسر، قلت نعم. قالت تدري يا مولدك يا مولدك أنا أني حاطتك في كرتون مناديل. حاجة مجهرية، تقول صغير مرة، الحين جاي ترفع راسك علي. ايه انتبه، اعرف رقمك، اعرف رقمك. صورني أكرمني، هذا قدري وهذا ما أبدو عليه وهذا ما لدي. سوف أغير ما أستطيع تغييره، وأتقبل ما لا أستطيع تغييره، وأفعل ما يجب علي فعله كي أصبح كما أريد وأكون كما أتمنى. ولا كمال ولا جمال ولا خصال أكمل من أن تكون عبدا صالحا لله. فهذا والله ما يستحق أن تفخر به. فقيمتك الحقيقية بقدر نفعك، وعلوك بقدر همتك، ومنزلتك بقدر تقواك. ومن